مش كده وبس، كمان دي هتساعد في تكوين الكولاجين اللي في جسمك بالذات بعد سن ال30، عشان هتشد بشرتك وهتأخري ظهور الخطوط والتجاعيد وهتقوي المفاصل والعضلات كمان. حاجات موجودة في مطبخك انت مش واخدة بالك منها، لو ركزتي كويس وخدتيها على مدار اليوم هتمنع تراكم الدهون في جسمك وهتعليلك الحرق. هاتي ازازة المية اللي انت بتشربيها طول اليوم وقطعي ليمونتين وحطيهم فيها من بالليل وغطيها وحطيها في التلاجة. خلي بالك ان الليمون هتحطيه بقشره، فايدة الليمون في القشر مش في العصير نفسه. فيتامين سي اللي انت حطيتيه في المية بيساعد على الحرق وكمان بيساعد على تكوين الكولاجين اللي في الجسم وبيرفع المناعة، لكن للأسف هو فيتامين سي الجسم بيتخلص منه كل 4 ساعات، يعني ما بيقعدش في الجسم اكتر من 4 ساعات. فلما انت تحطي الليمون في المية اللي انت بتشربيها طول اليوم، انت كده ضمنتي ان الجسم مش هيتخلص منه وهيفضل عندك فيتامين سي طول اليوم في جسمك. يعني طول اليوم انا الحرق بتاعي عالي، طول اليوم انا شهيتي مقفولة، طول اليوم انا بساعد جسمي على ان هو يكون كولاجين. لو انت من عشاق القهوة زي كده وبتشربي اكتر من فنجان في اليوم، خلي بالك ان الكافيين اللي في القهوة هيوقف لك الحرق وكمان هيساعد على تكوين الدهون في جسمك. تعملي ايه لما تيجي تشربي فنجان القهوة بتاعك؟ حطي حاجة من الاضافات دي، اعصري عليها نص ليمونة او حطي رشة قرفة او حطي رشة كاكاو. وخلي بالك انك ما تثبتيش على حاجة واحدة، يعني ما تقعديش طول اليوم بتشربي قهوة بليمون او طول اليوم بتشربي قهوة عليها كاكاو، لا، نوعي، ولكن برضو ما تزوديش عن 2 أو 3 فناجين في اليوم. بعد الغداء اللي هي الوجبة الرئيسية بساعة، اعملي لك فنجان شاي، يكون شاي اسود خفيف مش تقيل قوي، واعصري عليه نص ليمونة. وخلي بالك عشان الليمون تعصريه بعد ما الشاي يدفى مش وهو سخن، لان الحرارة بتكسر فيتامين سي ومش هتستفيدي منه بحاجة. فايدة المشروب دون انه برضو بيساعد على الهضم وبيمنع تراكم الدهون اللي انت كلتيها في الغداء. لو انت من عشاق الزبادي واللبن الرايب، لما تيجي تاخديهم اعصري عليه نص ليمونه. فيتامين سي اللي في الليمون بيساعد على امتصاص الجسم للكالسيوم اللي في اللبن ده، اللي في الزبادي او في اللبن الرايب، بالاضافه ان مضاد اكسده قوي جدا بيرفع المناعه. والمزج ما بين فيتامين سي ومنتجات الالبان الزبادي او اللبن الرايب بيريح الامعاء وبيشبع جدا وبيقفل الشهيه وبيخلي الجسم يحافظ على الكتله العضليه اللي فيه. ويا سلام بقى لو رميتي فيها شوية بذور شيا، تبقي قفلتي الشهية ورفعتي المناعة وكمان رفعتي هرمون الاستروجين اللي هو هرمون الانوثة عندنا. طبق السلطه اللي بتعمليه قبل الغدا تعمليه قبل الغدا بنص ساعه بالكتير، لان الخضار اللي في السلطه كل ما بيقعد وقت كل ما بيفقد المعادن والعناصر اللي فيه. لما تيجي تقطعيه قطع كبيره، ما تقطعيهوش قطع صغيره، لان برضو الخضار بيفقد المعادن اللي فيه لما بيتقطع قطع صغيره. ما عدا البصل قطعيه قطع صغيره عشان الامعاء تعرف تهضمه، لانه البصل الحاجه الوحيده في الخضار لما بيتقطع قطع كبيره المعده ما بتعرفش تهضمه. لما تيجي تتغدي ابدأي بطبق السلطه عشان الالياف اللي فيه تملالك معدتك وتقفلك شراهتك للاكل بكميات كبيره. زي الملح كده، ما هو صعب ان هو يتقطع من بيتك، خلي خل الرمان او خل التفاح من اساسيات مطبخك اللي موجوده فيه، اوعي تقطعيه منه. لو لقيتي نفسك اكلتي وجبه دسمه شويه، هاتي نص كوبايه ميه ونزلي عليها معلقه كبيره من خل التفاح او خل الرمان واشربيها بعد الاكل على طول مباشره. هتنزلك كل الدهون اللي في الاكل اللي انتي كلتيه وهتمنع تخزينها في الجسم، بالذات دهون البطن، هتمنع تراكم اي دهون في منطقه البطن. بس كده، واحلى صباح عليكم، واتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.